تفتكر فعلا التعرض للهواء هو السبب في دور البرد ولا دي خرافة؟ أكيد والدتك قالت لك قبل كده المروحة جابت لك برد، اقفل التكييف، ما تقفش جنب الشباك. بص، احنا ما ينفعش نقول إن هي خرافة عشان ده كلام ست الكل، بس ممكن نقول إن علميا الموضوع مش كده. دور البرد سببه الرئيسي الفيروسات، ومن أشهرها الراينو فيروس. طيب ليه برضه بنتعب أكتر في الشتاء؟ هل ده له علاقة بالهواء؟ في الحقيقة إن في 3 عوامل بيشتركوا مع بعض فبيخلونا نتعب أكتر. أول حاجة إن إحنا في الغالب بنقعد كعدد كبير في مكان مقفول عشان الجو بره برد، فده بيكون أسهل إن الفيروسات تنتقل بين الناس. رقم 2 إن بعض الفيروسات بتتأقلم أكتر لما يكون الجو برد، وده ما يمنعش إن في بعض الفيروسات بتتأقلم أكتر لما يكون الجو حر. ورقم 3 إن الجو الجاف ممكن يعمل هياج لأغشية الأنف، وده بيأثر على دفاعات الجسم المناعية، فبالتالي ما ينفعش نقول إن الهواء هو سبب دور البرد. يعني لو فتحت المكيف أو قعدت قدام المروحة الفيروس مش هيطلع من المروحة ويخش فيك. فلما والدتك تقول لك كده المرة الجاية ما تجادلهاش، عشان رضا الأم أهم من أي مصادر طبية. ما تنساش تعمل فولو واستنى الفيديو اللي جاي.